في إطار مساعيها لمجابهة التحركات السياسية والدبلوماسية المغربية على الساحة الإفريقية، والتي وظفت فيها الرباط أدوات القوة الناعمة من أجل تعزيز علاقاتها مع دول القارة، مما دفع الكثير منها إلى تغليب قوة العقل والمنطق السياسيين، وبالتالي مراجعة مواقفها تجاه النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. يلعب النظام الجزائري أوراقا جديدة لمحاصرة الأدوار المغربية المتنامية في الساحة الإفريقية، فبعدما جرب سلاح النفط والغاز مع أوروبا، ها هو اليوم يوظف دبلوماسية البصل والأسمدة من أجل إعادة إحياء المشروع الانفصالي في الصحراء المغربية، حيث أقدم على إرسال أطنان من البصل إلى موريتانيا تزامنا مع ما وصف بالأزمة الجمركية مع المغرب، كما قدم هبة إلى كينيا على شكل أسمدة فلاحية، فيما اعتبره متتبعون تقليداً أعمى للاستراتيجية المغربية في القارة السمراء ومحاولات لكبح تنامي دعم مغربية لصحراء بين دولها. وليد كبير، ناشط سياسي جزائري معارض، قال إن جميع القرارات والخطوات التي يقدم عليها النظام الجزائري مرتبطة دائما بصراعه مع المغرب، وهو ما يعكسه استغلال الجزائر لرفع موريتانيا للرسوم الجمركية عبر معبر الكركرات، وتعليق المغرب لصادراته من البصل إلى الدول الإفريقية من أجل الدخول على الخط. والآن يحدث الشيء نفسه مع كينيا التي أرسلت إليها الجزائر أسمدة هذه الأخيرة نفسها هي بحاجة ماسة إليها.